السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي المتابعين، بناتي وستاتي، يا رب النهارده الفيديو بتاعي يعجبكم. هنعمله ان شاء الله فرخة بلدي معاها ان شاء الله محشي كوسة. يا رب يعجبكم الفيديو، وان عجبكم تدوا لايك وتشتركوا في القناة. يلا بينا نغسل الفرخة. اولا نغسله بالدقيق علشان الزفارة ما بقاش فيها اي زفارة، وكمان معانا ليمون لابد من الليمون، عشان الليمون سبحان الله بيضيع زفرة الايه الطيور. وكمان معلقتين خل. الخل احسن مكون لغسل الطيور. وكمان معانا شوية ملح. لازم تغسليها كويس جدا من جوه كويس ومن بره، وتطلعي الماده الزلاليه اللي بين وراكها، عشان في ماده هنا بين الوراك لازم تطلع باي شكل. يلا بينا نشطفوها. وهنقوم بقى نقلل الايه البصلايه تحت الجحش. التخلطه اللي انت عايزاها، كبيره صغيره اللي انت عايزاها. المهم يا حبايبي تخلطوا لي المحشي ايه بصل. يا سلام بقى لو كان معاه فصين توم بيبقى حاجه حكايه. التوم ده انتوا عارفين بيبقى حيوي، والبصل برضه بيبقى حيوي. دي بقى معانا البصلايه تصفر، يا دوبك تصفر ده يا دوبك لون الدهب صفار كده، يا دوبك لسه ايه على خفيف. دلوقتي بقى هنصفي الطماطم. لابد تصفي الطماطم علشان دايما المحشي، دايما انا بصفي كل الطماطم، سواء طبيخ سواء محشي سواء اي حاجه. دلوقتي الصلصه ما شاء الله اتسبكت، والسمنه طلعت على الوش، هي ولادي ايه معلقه الزيت. دلوقتي بقى هنزله عليها الرز وهنقوم بايه بتقليبه كله مع بعضه بتقلب. بعد ما صفيت الايه الطماطم وقليت البصلايه ونزلت بالرز على ايه على الصلصه. معانا طبعا البهارات هنجيبوها، هيكون فلفل اسمر، شويه شطه، شويه ملح، وكمان معانا الخضره بتاعتنا. دلوقتي معانا الفلفل الاسمر، معانا الشطه، معانا الملح الابيض، هنزلوها على ايه على الرز. ومع التقليب هنقلب لحد كل الرز ما يشرب ايه التوابل اللي حطيتها. ودلوقتي يا حبايبي نزلنا الايه الخضره عليها زي ما انتم شايفين اهو، وهنشوحه مره في الثانيه. كل مدى يا حبايبي تقلبوا بالمعلقه عشان الرز ايه يبقى الحبايه ناشفه وتبقى تيجي تعملي تحشي يبقى ايه الحشو مظبوط معاكي. يلا بينا بقى على محشي الكوسه. هنمسكوا الكوسه دي بعد ما قورناها وغسلناها مره واتنين بالشوكه دي، وهنبقوا كده فتحتين من الجنب وفتحتين كمان من الجنب. هتقولي بتفتحها ليه بالشوكه من تحت وبالجنب ليه مرتين؟ علشان ايه تطيب بسرعه ويبقى الرز ما شاء الله حبايه جنب حبايه. يلا بينا. بصوا يا حبايبي ما تكبسيش الايه حبايه الرز نفسه، ما تكبسوش لجوه، يا دوبك كده، يا دوبك ينزل حاجات بسيطه. حشناها عادي جدا من غير ما تكبسي في حبايته، من غير ما تكبسي الرز ايه فوق بعض، بتحشي عادي جدا. شوفوا يا حبايبي سايبين اهو يجي قراط بحاله اهو، قراط من الايه من الرز اللي جوه بتاع المحشي، عشان المحشي ما يطيب يبقى ايه ما يفرطش ما ينزلش بره الصوبه. يلا ادي اول واحده حبايبي حشيتها. التانيه زي ما قلت لكم بالشوكه مرتين من الجنب مرتين من التانيه. الحبايه تنها ايه مستويه تستوي بسرعه، وحبايه تبقى سليمه وحلوه
وفي مستويه 100 عشان يا حبايبي الرز لو كبستيه بيطلع قدر الله الصوبع اولا الحبايه بتاعته خضرة من جوه ويطلع ملوش اي طعم. شفتوا حبايبي اهي اهي يا حبايبي. مهم يا حبايبي وهنكمله معاكم بعد ما ايه هاجي لكم بعد ما نحشي ان شاء الله. الكوسه اهي وظبطناها بملحها والشوربه غليت وخدناها برضو ظبطناها يبقى ايه الملح كله قد بعضه. هتاني نصب الشوربه كده لحد نص الكوسه. حاضرين شايفين حبايبي لحد نص الكوسه. هي دايما كده عشان اصل الكوسه هتصرد ميه منها فيها. يلا بينا بقى نطيبوها. المحشي على النار اول ما بدا يغلي على اخر مع اني كنت غلي المرقه بس اول ما بدات المرقه تغلي في الكوسه هوطي عليها خالص. هوطي النار عليها كده يا دوبك فوق يا دوبك حاجه بسيطه جدا من ايه تعالي وبعدين اغطيها. ما شاء الله زي الفل وطيبنا الفرخه وحمرناها ودلوقتي شوفوا معانا بقى بسم الله ما شاء الله. يلا تعالوا اتفضلوا معانا الف ان شاء الله بقى. شفت الصبع الكوسه ما شاء الله زي الفل. هو احمر بس مش عارفه ماله في الشاشه كده. وعلى فكره احنا عايزين منكم بقى لايك واشتراك في القناه وسلام يا حبايبي.